السلام. الوولفز هذا غيكون هو الجزء الثاني والاخير من كتاب لعبة الثقة. في هذا الجزء غنركزوا بشكل كبير على كيفاش ان المحتال كيديرها بيك وكياخذ منك اي حاجه بغا وكيمشي بحاله، باش المره الجايه منين يبغي يديرها بيك ينقلب السحر على الساحر. اوكي، قبل ما نبداو ديك لايك وابوني زرب عليهم الا كنتي جديد معنا، ونضم الوولفز الاساطير اللي كيشكلوا هاد القناه هادي. نبداو. المحتالون يلعبون على احتياجات ضحاياهم. كلنا كنعرفو شي ناس كيبقاو يفتخروا براسهم، كيتعاملوا على اساس وماشي حاجه كبيره ولا بحال هكا، وكتلقى بنادم ورا ظهرهم كيقول واش هاد خونا من نيتو، واش هاد ختنا كتشوف راسها في المرايه. ولكن في الحقيقه هادشي كيوقع لينا كاملين اكثر من اللي كنبغيو نعترفوا به، حيت الناس ماشي ديما كيكونوا مدركين للذات ديالهم. المحتال هو واحد الشخص خبير في تحليل النقاط العمياء عند الناس الاخرين. ناخذ مثال من عام 2012 لواحد الاستاذ جامعي ذكي بزاف. من بعد ما دوز حياته كامله هو كيجري وراء العلم والمعرفه، في عمر 68 عام شاف واحد الطوف ديال عارضة الازياء وتعجب بها في البلاصه. تبادلوا رسائل وبقاو كيدويو في ميساجات، واخا ما عمرو دوا معاها لا ابيل فوكال لا ابيل فيديو، ما عارفش حتى واش حقيقيه. بمجرد ما عرضات عليه يمشي عندها في البلاصه شد الطياره ومشى عندها البولي فيها. يمكن الخد خونا ياك ما عليناش. بمجرد ما وصل ما لقاهاش، قالت له جاني سفر اضطراري لبروكسل، وقالت له باللي نسات الباليزه ديالها وطلبت منه يجيبها لها معاه. كتفكروا في داكشي واش كنفكر؟ الباليزه صدقات عامره مخدرات، والاستاذ الذكي ديالنا تشد. المغزى من هاد القصه، بقدم ما كنتي كتشوف راسك ذكي، بقدم ما كتشوف راسك ناضي، عرف باللي عندك بعض النقط العمياء. اول حاجه خاصك تعرفهم، وتاني حاجه خاصك تناقشهم مزيان مع راسك. هاد النقط العمياء شنو هما؟ ناخدو كلمة نقط، الشرح ديالها هو مواضيع، يعني شي مواضيع اللي منين كيتعلق الامر بك انت بخصوص دوك المواضيع كتولي اعمى. كيفاش كتولي اعمى؟ عقلك كيحبس وكتبقى خدام غير بالعاطفة ديالك. هادشي علاش تسماو النقط العمياء. نرجعو للمثال ديال الاستاذ الجامعي الذكي جدا كما وصفو الكاتب. انطلاقا من القصة ديالو، كنفترض ان النقطة العمياء الخاصة به هي الجسم ديال البنت. يقدر يكون هذا الافتراض خاطئ، يقدر يكون صحيح، ماشي شغلنا. ولكن كون هذا الاستاذ صارح راسو وحاول يفهم النقطة العمياء ديالو، كان غيقول هي بنت زوينة وعارضة ازياء وفي عمرها 30 عام، اش غدير بشارف بحالي؟ الاغلبية فينا ما كيعرفوش بزاف على علم النفس البشرية وكيفاش يمكن لذاك العلم انه يتطبق علينا، ولكن المحتالين كيعرفوا هذا الشيء وكيعرفوه مزيان. يعني هاد المره الا اهتمت بك شي بنت الصاد، عرف بلي راك ماشي من الضروري تكون انت هو النوع المفضل ديالها. لهذا تواضع واحذر وتساءل عن السبب الحقيقي وراء ذلك. ونفس الرساله للفتيات، كيف يخدع المحتالون ضحاياهم؟ إذا كنتي فكرتي في شي فضائح بحال عملية اغتيال بيرني مادوف اللي ذكرناها في الجزء الأول، فكنتسنى منك تطلع من النيفو ديال الذكاء والتفكير والتحليل ديالك، وتبدل الأسئلة اللي طرحتي من قبل. في بلاصة ما تقول علاش دوك الناس الأغبياء حتى لهاد الدرجة باش يوقع لهم هادشي، غتقول شنو اللي كيخلي الناس ينجذبوا تجاه المحتالين. حيت الا عرفتي الجواب ديال هاد السؤال، المرة الجاية منين يبغي المحتال يجذبك تجاهه غينقلب السحر على الساحر. أبسط إجابة هي أن الناس كينجذبوا لوهم النجاح. من المنطقي أننا ننجذب تجاه الأشخاص اللي ناجحين في حياتهم، ولكن إلا تبعنا الجذر ديال هاد الانجذاب غنلقاوه أعمق مما نعتقد. المحتال عنده واحد المخطط، ولكن شنو اللي كيخلي الناس يآمنوا بالخطط ديالو؟ بالطبيعة البشرية ديالنا كنميلوا لأننا نتفائلوا بشأن المستقبل، وشي مرات كنتفائلوا أكثر من القياس. لهذا السبب يشار للمحتالين على أنهم محتالو الثقة، حيث المحتال قادر يستفد من التفاؤل والثقة اللي متأصلين فيك يستغلهم من أجل المصالح ديالو. هذا الرغبة في الاعتقاد بأن شي حاجة غتنجح ليك هي وحدة من أجمل السمات البشرية، ولكن بسببها
كانوا وقعوا فريسة للمتلاعبين. هذا هو الدور ديال هاد لي فيديو. ما تظلم حتى شي واحد ما دار لك والو وتمشي تلعب به، ولكن بمجرد ما يبغي شي واحد يتلاعب بيك غتصدق انت اللي متلاعب به. التزامنا ببعض معتقداتنا يمكن ان يضر بنا. دابا تقدر تكون كتقول مع راسك واش اي حاجه فيا زوينه غضرني؟ استاذ، اي صفه فيك زوينه بحال الرحمه، الكرم، الامل، ممكن ان المحتال يستغلهم ضدك. وهذا الشيء كينطبق كذلك على المعتقدات ديالك. المعتقدات ديال شي شخص كتبقى واحد الحاجه شخصيه بالنسبه ليه، ومنين كيتحط في شي موقف اللي كتعارض فيه المعتقدات ديالو مع التجربه اللي غيمر منها، فراه كيتشبت بالمعتقدات وكيقمع ديك التجربه. غتعاوننا نظريه التنافر المعرفي لعالم النفس اليوم باش اننا نفسروا هذا السلوك هذا. هاد النظريه دارت عام 1957. شنو كتقول؟ كتقول الا طحنا في شي موقف اللي غتعارض فيه المعتقدات ديالنا مع الواقع، فهاد الشيء كيكون مرهق لينا بزاف، لدرجه اننا كنشوهوا الرؤيه ديالنا للواقع باش يتماشى مع المعتقدات ديالنا. اولا في ستينغر صاغ هاد النظريه، ومن بعد دار ابحاث على واحد الفئه من الناس. دوك الناس كيعتقدوا ان نهايه العالم قربات، ومن فوق هاد الشيء عارفين الوقت اللي غادي تجي ديك نهايه العالم. وواحد الطائفه قليله منهم غينجاو بواحد المركبه فضائيه، ولكن منين تسالت المده اللي كانوا دايرين ولقاو بلي العالم باقي كما هو، ماشي قالوا بلي كانت عندنا معتقدات خاطئه صاف غنتخلاو عليها، وانما عاودوا صاغوا المعتقدات ديالهم من جديد باش انها تلائم مع الواقع، وقالوا بلي التامل ديالهم القوي هو اللي منع نهايه العالم. اوكي، انت الصاد ولا انت يا اختي يقدر يبان لك راسك بعيد كل البعد على المثال اللي عطينا من قبل، ولكن بمجرد ما كتثيق في شي واحد ولا كتاخد شي قرار ولا كتامن بشي حاجه، من ديك اللحظه لا واعيا منك كتولي كتقاوم كاع الادله اللي كيدلوا على ان المعتقدات ديالك خاطئين. وهذا الشيء اللي كيستخدم المحتال باش انه يزيد يعزز الثقه ديالك به ويولي سهل انه يديرها بك. ماذا عن السمعه؟ الا كنتي محقق وتكلفتي بواحد القضيه وحليتي ديك القضيه وتشد المجرم وتمت الترقيه ديالك، شويه ويجي عندك واحد الضابط مبتدئ وراك شي ادله جداد اللي انت غفلتي عليهم، مع شتيهم عرفتي بلي دوك الادله قادرين يقلبوا القضيه كامله، وبسببهم غادي تخسر الترقيه ديالك. ولكن الضابط المبتدئ عنده واحد الحل، الا شهرتيه ما غيوريش دوك الادله، فواش غتشهروا؟ تدارت مقابلات مع الاشخاص اللي قدموا هذا الافتراض ولقاو باللي من المحتمل انك ما غاديش دير هاد الشيء، حيت السمعه ديالنا الشخصيه عندها قيمه كبيره بالنسبه لينا، وكنترددوا بزاف فاش كيتعلق الامر باننا نضروا بها. دراسه دارها عالم النفس روبن دومبار عام 1997 كشفت على ان 65% من المحادثات ديالنا هي غير هضره خاويه وصافي. كمثال، مهتمين بكيفيه تصرف الاخرين وكيفاش كنتصرفوا حنا وشنو كيعتقدوا الاخرين علينا وعلى المعتقدات ديالنا. هاد الشيء كامل كيدل على ان السمعه ديالنا هي وحده من اكبر الاهتمامات ديالنا في الحياه. الجوهر ديال انه تكون عندك سمعه مزيانه هو انك تكتسب الثقه ديال الناس، واخا يكونوا دوك الناس ما كيعرفوكش شخصيا. وهذا هو السبب في ان السمعه ديالك كتكون بحال واحد السلعه اجتماعيه قيمه، وكذلك هي واحد الاداه رائعه بالنسبه للمحتال. وقعت عمليه اغتيال في عام 1915 واللي غتوضح لك هذا الشيء كامل. انتشرت واحد الشائعه كتقول بلي الملكه اليزابيث عندها ابن غير شرعي مع السير فرانسيس ديريك، وتقال بلي هذا الابن كيقاتل باش يرجع شي اموال من الميراث ديالو، وواعد اي واحد غيستثمر الاموال ديالو باش انه يغطي الرسوم القانونيه غيجيه النصيب ديالو من الميراث. 70,000 واحد اللي استثمروا فلوسهم ديك الساعه، ولكن منين طلع داك الشي غير نصب، 70,000 ضحيه حتى واحد فيهم ما قدر يدوي.
كل واحد منهم خاف على السمعة ديالو، يتقال عليه على انه مكلخ وطاح بحال هاد الفخ هذا. الخلاصة، محتالين الثقة كاينين في اي بلاصة، وحتى واحد فينا ما عنده شي حصن غيحميه منهم. ولكن هادشي ما خاصوش يخليك تقمع الصفات اللي فيك زوينة، بحال الكرم واللطف. هادشي الا كان غيغير فيك شي حاجة هي انك تولي ذكي، واهم حاجة تعرف على النقط العمياء ديالك وتنمي الوعي ديالك بيهم. فاش غدير هادشي غتنتقل من ان المحتال يجي يدي منك اللي بغاو يمشي بحالو، لانك تولي تشوف المحتال من البعيد. شي دي ام فور اي وان مشى. حتى لهنا الوولفز غيكون انتهى الفيديو. الرأي ديالكم على الفيديو مهم بالنسبة ليا، خليوه في كومنتار. دوزوا الانستغرام شاركوا معايا الافكار ديالكم، اي حاجه غتلقاوني تما. شكرا على وقتك، شكرا على الدعم ديالك، كنبغيكم الوولفز، تهلاو.